السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم معانا في هاي الحلقة جديدة من برنامجكم الحياة إرادة على قناة الأسرة. هذا البرنامج طبعا لبنة جديدة تناصر وتهتم بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة لإبراز قدراتهم ولنقاش تلك العقليات النمطية اللي تعودنا عليها، اللي تأثر تأثير سلبي على هذه الشريحة. طبعا نعرف كاملين على أن ذلين قالوا الحياة عنها عبارة عن إرادة، ولكن لمن تسلح بهذه الإرادة واستطاع على أنه ينجح في أنه يثبت وجوده، وعلى أنه يتسلح بالمعرفة، وعلى أنه ما يستسلم لذيك العقليات اللي نعرفه كاملين اللي تقول على أن الشخص المعاق أنه يا الله يعود مستكين ويعود قاعد في البيت ويعود يحان الشين عطاله. هذا نعرفه كاملين أعزائي المشاهدين على أنه سلبي، وعلى أنه ما عنده أصل في الدين، وعلى أنه يقد يعود مصدر للتأثير على ياسر من الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا قدوا ينجحوا في حياتهم. هون اخترنا مشاهدي الأعزاء نمشوا ونجوا نموذج ناجح من هاي الشريحة. استطاعت هذه الفتاة، طبعا الأخت الصايمة بنت إبراهيم والبلال، استطاعت عنها تنجح رغم عنها شخص معاق إعاقة حركية، ولكن استطاعت عنها تتعلم، واستطاعت عنها تعود موظفة بالوزارة الأولى، وتعود تتعامل مع أجهزة الحاسوب به اللي طبعا تشتغل في الأرشفة الإلكترونية. الصايمة فتاة معاقة، ولكن ما عاقتها هذه الإعاقة عنها تعود شخص منتج، وتعود شخص فاعل، وتعود شخص يتميز بكثير من الحيوية والديناميكية في عملها، وقائمة بشؤون بيتها ومائمة بين هذو المسائل الثنتين وناجحة فيهم الثنتين. هذا يا الله يعود رسالة أن كاملين على أن كل إنسان اللي يتسلح بالإرادة ويتسلح بالتصميم على الحياة ويقلع من راسه على أن الإعاقة ما هي لا يتعيق عن شيء، على أنه يدور يستطاع أنه ينجح، ويدور يستطاع أنه يعود مصدر للقدوة الحسنة في هذا المجال اللي ذو. احنا مولي كمجتمع مطالبين كاملين أعزائي المشاهدين على أن نعود مناصرين لهذا النوع من الحالات اللي استطاعت عنها تنجح واستطاعت عنها تتميز رغم عنها شخص معاق إعاقة حركية. استطاعت عنها تنجح في تعليمها، واستطاعت عنها تنجح في خدمة وطنها من خلال الوزارة الأولى اللي عادت موظفة فيها، قائمة بأدوار مهمة في خدمة بلدها. الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والناس اللي ذوي النوايا الحسنة كاملة من المثقفين ومن الفنانين ومن الناس كاملة الشرائح الحية في هذا المجتمع مطالبة عنها تعود مناصرة القضايا الشخص المعاق، في أنها تساهم في تغيير هذه العقلية اللي نشتغلوا عليها احنا هون في هذا البرنامج في قناة الأسرة. طبعا هذا كامل يا الله يعود المجتمع مساهم فيه، اللي المجتمع يقد زاد هو يعود مساهم في الإعاقة من ما يقوم بدور المناصرة والتوعية وتقدير هذه الناس اللي استطاعت عنها تنجح وجعلها تقبض المكانة اللي هي مصرة على أنها تقبضها. حقيقة هذه الرسائل احنا نختار نوجهها لكم من هون، ونختار نشجعوا الأخت الصائمة وغيرها من الأشخاص المعاقين اللي استطاعوا عنهم ينجحوا، ونختار نقولوا لأي شخص معاق على أنه بقدرته عنه يعود كيف الصائمة، فقط يتسلح بالإرادة، فقط يتسلح بالعلم، فقط يتسلح بطول النفس، ولا يخرص
الناس اللي فاشلة، يا غير يخرص الناس اللي ناجحة. هذه المسائل والمعاني نختاروكم كاملين توعاوها، ونختاروا نعودوا كاملين نصير للشخص المعاق اللي يقبل مكانته اللي بقدرته عنه يقبلها بكل قوة وبكل جدارة. طبعا الإعلام، الفنان، الكاتب، الصحفي، هذو كاملين مطالبين عنهم يقوموا بدور المناصرة، ويقوموا بدور التوعية، ويقوموا بدور التحسيس في هذا المجال، به اللي هذا الشخص المعاق منين ينجح يعتبر هذا نجاح للمجتمع بشكل عام. واكبنا اليوم الأخت الصائمة في عملها في الوزارة الأولى، وهون ما نختاروا يكون نشكروا الوزارة الأولى وأي مؤسسة عطات مع هذا الشخص المعاق وتاحت له الفرصة في وجود إثبات قدراته. طبعا تعرفوا أهمية الوزارة الأولى، وتعرفوا حيويتها، وتعرفوا أهميتها كدائرة من دوائر صنع القرار. طبعا أي مؤسسة وأي هيئة استطاعت عنها تعاون الشخص المعاق واستطاعت عنها تفتح له فرصة للولوج، احنا في هذا المنبر نحيوها ونشكروها جزيل الشكر. ثم أيضا كمشاهدين نحيوكم ونشكروكم على طيب المشاهدة، ومرحبا بكم وسهلا في الحلقة القادمة.